تخيل انه انت تنضم للجيش الامريكي فقط على مود تجمع مصاريف دراستك، او لما تروح باول مهمة عسكرية تروح تحارب بالعراق، لكن تكتشف صعوبة الحرب فتشوف اصدقائك يموتون قدامك واحد ورا الثاني وانت ما كنت تقدر تسوي لهم شيء. فهنا شنو راح تسوي اذا انحطيت امام خيار مستحيل، وهو يا اما تبقى وتقاتل رغم كل شيء، يا اما ترجع لبلدك وتعيش فقير. هذا اللي راح نشوفه في فيلم ساند كاستل. تبدأ قصة الفيلم بالكويت ويا جندي أمريكي اسمه أوكر، ونعرف إنه هو ما يحب الحرب وإنما انضم للمارينز فقط على مود يجمع فلوس دراسته، وهو كان كاره هاي الحياة لدرجة إنه هو كسر إيده على مود يرجعوه لبلده أو ما يخلوه يدخل للعراق، لكن هم عالجوه وخلوه يجي وياهم. وبعدها نشوف جنود المارينز وهم متجمعين بالليل ودا يحجون، فهنا إجاهم أمر إنه يتحركون، والجنود مباشرة تحركوا ووصلوا لبغداد. وبأثناء تحركهم هم تعرضوا للهجوم المسلحين متمركزين بداخل فندق القدس، والجنود لما عرفوا مكان المسلحين هم دخلوا المدرسة قريبة من الفندق، وبأثناء ما هم دا يصعدون الدرج واحد من الجنود انصاب بكتفه لأن المسلحين كانوا دا يرمون على الشباك، فالجنود أخذوا الجندي المصاب وصعدوه بسرعة. أما الرقيب بيرتون وأوكر فهم صعدوا للسطح وبدأوا يرمون على الفندق، وقدروا أن يحددون الطابق اللي بيه المسلحين، فتواصلوا ويا القائد وانطوه تفاصيل الفندق بالكامل وطلبوا من عنده أمر بالقصف. وفعلا الطيارات الأمريكية وصلت للفندق وهم مباشرة قصفوه، وبعدها الجنود تحركوا من المكان ووصلوا القصر مهجور، والقادة قالوا لهم انه مهمتكم الرئيسية هي جمع المعطيات الاستخبارية، لانه وصلتنا معلومات انه هذا القصر هو مخبأ للأسلحة وموجودة بأدلة عن مكان المقاومة العراقية، وبهذا القصر راح يكون المقر مالتكم. والجنود هنا دخلوا للقصر ودوروا على أدلة لكن ما لقوا شيء، فمرت 3 أشهر وهم على نفس وضعهم وما حصلوا شيء جديد. وبعدها القائد أنتوني قال للرقيب هاربر انه مروحيتنا اكتشفت تبادل أسلحة بقرية صغيرة بضواحي بعقوبة، وهي أطلقت النار على شاحنة مليئة بالقذائف الصاروخية فتسببت بثقب بمحطة المياه بالقرية، وانت لازم تاخذ جنودك وتروحون للقرية وتصلحون الأنابيب وترجعون المياه للبلدة، واحنا راح نعطيك فلوس على مود تخلي سكان البلدة يشتغلون ويا المهندسين ويصلحون المضخات. فهاربر انزعج لأن بهاي الحالة هو والجنود راح يتعرضون لخطر كبير. وبعدها هاربر راح وبلغ الجنود بقرار القائد وقال لهم اللي ما يريد يجي وياي بإرادته فخليه يبقى هنا، والجنود كلهم وافقوا انه يروحون وياه او ما يعوفوا لوحده. وبعدها اوكر شاف هاربر وهو قاعد وحده فراحوا حكى وياه وقال له القرية اللي راح نروح لها سكانها ما راح يكونون سعداء بشوفتنا لان احنا دمرنا المضخات مالتهم. فهاربر قال له انه هم راح يكونون سعداء لما نصلح لهم المضخات ونرجع لهم المياه. واوكر قال له احنا ممكن نواجه مشاكل اكبر واني مو مستعد لهاي الامور، واكو جنود غيري ممكن يكونون افضل مني. فهاربر قال له اني احتاج الى جندي ذكي مثلك. واوكر هنا انجبر انه يوافق يروح وياه. ولما صار الصبح الجنود انطلقوا او وصلوا المعسكر وور هورس، وهناك اهل القريه كانوا متجمعين او شايلين جليكانات او دا يطالبون بالمي، فالجنود حاولوا انه يبعدوهم لكن اهل القريه كانوا معصبين او صاروا يهجمون على الجنود. وبعدها الجنود قدروا انه يدخلون للمعسكر، فهناك استقبلهم الكابتن ساي وهو شرح لهم عن المكان ودلاهم على غرفتهم. وبثاني يوم الجنود انطلقوا على مود يصلحون المضخات وهم وصلوا للمحطه. فالرقيب روبنسون قال لهاربر انه احنا نحتاج 4 أسابيع على مود نصلح الانابيب واسبوعين على مود نصلح الكهرباء. فهاربر قال له انه احنا راح نجمع مجموعه من العراقيين وننطيهم فلوس على مود يشتغلون ويانا، وبهيجي حاله راح نصلح الانابيب بوقت اقل. وبعدها الجنود غادروا المحطه وهم ماخذين وياهم خزان مي على مود يروحون يوزعون المي لاهل القريه. او بالطريق هم شافوا سياره جايه وراهم، فالجنود حاولوا انه يخلون صاحب السياره يتراجع لكن هو ما اهتم وبقى يسوق السياره بسرعه. وهنا الجنود رموا على سيارته وخلوه يتوقف، فهم نزلوه من السياره وفتشوه. ونعرف انه هو كان جايب وياه بنته وقال لهم انه هي مريضه وانا اريد اخذها يم اقاربي على مود يعالجوها. فالجنود فتشوا السياره وما لقوا عنده شيء، لكن بيرتون قال الشاسكي انه هذول الرجال اللي يستخدمون الاولاد الصغار على مود يخدعونه، لهذا احنا لازم نعتقله ونخلي القوات الخاصه تتولى امره. لكن شاسكي ما سمع كلام بيرتون وقرر انه يترك الرجل، وقال له بعد لا تدخل لهذا الشارع. فهو طلع فلوس على مود ينطيه، لكن
لكن الرجل العراقي قال لهم أنا ما أريد فلوسكم، وهو صعد بسيارته وراح. وبعدها الجنود جمعوا أهل القرية وقالوا لهم إنه إحنا راح نعطيكم مي من الخزان مننا لحد ما تتصلح الأنابيب، وإحنا نريد ناخذ من عندكم عمال وراح ندفع لكم على عملكم بالساعات، وراح نيجي باكر لهنا على مود ناخذكم. وبثاني يوم الجنود راحوا لنفس الموقع لكن ما لقوا ولا رجل هناك، وهذا يعني إنه ما حد قبل يشتغل وياهم. وبعدها الجنود راحوا للمحطة، والرقيب رابنسون سأل هاربر عن العمال العراقيين، فهاربر قال له أنا ما قدرت أجيب عمال حاليا، لكن أنا راح أحاول أجيب بالأيام القادمة. وهنا الجنود راحوا لمنزل شيخ القرية وقالوا له إحنا نريد مساعدة أهل القرية على مود نصلح المضاخات. والشيخ قال له هاي شغلة خطرة جدا، وأنا إذا ساعدت الأمريكان فعشيرتي راح تقتلني. فهاربر قال له إحنا راح نحميك، والكابتن ساي راح يبقى هو ورجاله هنا أو يحرسون المنزل مالتك طول فترة التصليح. والشيخ قال لهم بعقوبة الصبح تكون إلكم، لكن بالليل هي تصير الجهة ثانية، وعشيرتي ما تثق بالأمريكان، لهذا أنا ما أقدر أساعدكم. فساي انزعج وقال له إذا ما ساعدتنا فمعناها شعبك ما راح يحصل مي. والشيخ قال له محطة المي انتو فجرتوها وانتو راح تصلحوها، وهو طلب منهم انه يطلعون من المنزل مالته فورا. وبهذا الوقت اوكر كان يوزع المي لاهل القرية، فاجا مدير المدرسة وطلب من اوكر انه يملي خزانات المدرسة مالته. واوكر قال له الخزان مالتنا ما يكفي، لكن انا راح احاول اساعدك واملي الخزانات. فالجنود راحوا يصلحون الانابيب، ولما رجعوا بالطريق هم تعرضوا للهجوم من مجموعة مسلحين، والجنود نزلوا من المركبة وبدوا يرمون عليهم وهم فورا هربوا. فالجنود هنا شافوا الخزان وهو دا يسرب من عنده المي بسبب الثقوب اللي صارت بيه، فبقوا للي يصلحون بيهن. وبثاني يوم الجنود راحوا للمحطة وقعدوا يشتغلون بالانابيب، وبعدها هم اخذوا المي وراحوا على مود يوزعوه لاهل القرية. وفجأة صار اطلاق نار بالمكان وتصوبوا اثنين من اهل القرية. اما الجنود فاختبأوا ورا الخزان وشافوا المسلحين وهم دا يهاجموهم من فوق بناية قريبة. وبعدها الامريكان بدأوا يرمون على المسلحين، اما شاسكي فهو راح ركض للجهة الثانية، لكن هو تصوب ووقع على الارض، والمسلحين استمروا يرمون عليه لحد ما قتلوه. وبالليل الجنود كانوا قاعدين بالغرفة وحزينين على موت صديقهم. اما الجندي انزو فقال لهم انا ما راح اروح لهذاك الطريق الترابي مرة ثانية لان هناك الموت محتوم. فبيرتون قال لهاربر انه احنا اذا بقينا على هذا الطريق فراح ننقتل واحد ورا الثاني، واساسا الناس هنا ما يريدون مساعدتنا. فاوكر هنا وافقهم الرأي وقال لهاربر انه هاي مهمة فاشلة. وهاربر قال لهم انسوا هاي الافكار وخلينا نرجع باشر للعمل ونكمل المهمة. وبثاني يوم اجى مدير المدرسة للمعسكر ونادى على اوكر وقال له انه انت وعدتني انه تملي خزانات المدرسة بالمياه. اوكر قال له انا قلت لك راح احاول، والبارحة احنا حاولنا نساعدكم لكن انتوا اطلقتوا النار علينا. فالمدير قال له احنا ما لنا ذنب باللي صار، ومدرستنا هي مركز اجتماعي واحنا بحاجة المياه والا راح تنغلق المدرسة. فاوكر قال له احنا حاولنا لكن انتوا ما قبلتوا المساعدة. وبعدها اوكر فكر بالموضوع وراح هو وهاربر وحكوا ويا كابتن ساي وقالوا له انه المدير هو فرصتنا الوحيدة وهو يقدر يقنع الشعب انه يقبلون مساعدتنا، لهذا احنا لازم نروح للمدرسة وننطيهم المي. فساي وافق على الفكرة. وبعدها اوكر وهاربر راحوا للمدرسة وانطوا للمدير خزانات المي وطلبوا منه انه يقنع الناس انه يسمحوا لهم بتصليح الانابيب، واي شخص راح يشتغل راح ياخذون فلوس مقابل هذا العمل. فالمدير قال لهم انه التعاون وياكم خطير لكن انا راح احاول اساعدكم. وبعدها الجنود كانوا بالمحطة فاجاهم خبر انه العمال وصلوا، واوكر راح هو وهاربر وشافوا المدير جاي او جايب اخوه وياه واللي يكون اسمه أريف. والمدير قال لاوكر انه اخويا مهندس وهو راح يساعدكم بالتصليح. فاوكر فتش العمال ودخلهم وهم بلشوا بالعمل. وبعد مرور بعض الايام من العمل الجنود كانوا ينتظرون المدير وبقية العمال انه يوصلون على مود يكملون عمل، لكن المدير ما اجى. واوكر راح هو والجنود للمدرسة على مود يشوفون المدير وين. ولما نزلوا هم شافوا الناس متجمعين بالباب، ولما دخلوا شافوا المدير محروق ومعلق بنص المدرسة. وزوجته كانت تصرخ وقالت لاوكر كل شيء صار بسببك وانت يتمت اطفالي. فاوكر حس بالحزن وتأنيب الضمير. وبعدها اجى آريف وهو انطى للجنود معلومات عن الجيش العراقي انتقاما من قتل اخوه، وهو دلهم على المقر مالتهم وايضا دلهم على المكان اللي يخبؤون به الاسلحة. ولما راح آريف الكابتن ساي قال لهاربر احنا لازم نتحرك فورا او ناخذ فريقين ونقتحم المقر مالتهم. وبالليل الجنود اتجهزوا وطلعوا من المعسكر. وبعدها هم وصلوا للموقع ودخلوا للمقر فشافوا رجل عراقي قدامهم، والرجل مباشرة هجم على الجندي. وفجأة ظهروا رجال مسلحين من الحي وبدأوا يرمون على الجنود، لكن الجنود هنا قدروا انه يقتلوهم كلهم. وبهاي الاثناء اوكر وانزو كانوا دا يحرسون الجهة الثانية، لكن فجأة صار اطلاق نار كثيف فانزو انصاب بكتفه. فبلغوا القيادة والقيادة امرتهم انه ينسحبون للمعسكر وهم فورا تحركوا، لكن مركبة بيرتون
اجتي وراهم، بس العدو رمى تفجيرات على مركبة بيرتون وحرقها، وبيرتون انصاب بحروق قوية، والجنود سحبوه للمركبة الثانية واخذوه ورجعوا للمعسكر. وبعدها وصلت المروحية واخذت بيرتون على مود يتعالج، فأوكر عصب من اللي صار ويا صديقه، وهو راح وهجم على المسلحين اللي اعتقلوهم، والجنود اتدخلوا وبعدوه عنهم. وبثاني يوم أوكر والجنود راحوا للمحطة، فهناك اجى آريف وهو كان جايب وياه عمال هواية على مود يصلحون الانابيب. وبعدها العمال والجنود قعدوا يتغدون، وفجأة محطة ضخ المياه انفجرت، فأوكر شاف الجثث قدامه وهو تعرض للصدمة. وبعدها الجنود رجعوا للقصر لأن القرية صارت خطر عليهم. فهناك القائد أنتوني قال لهاربر انه انت راح تاخذ عطلة 4 أسابيع، وبعدها راح تروح ويانا للرياض. وقال لأوكر انه انت راح ترجع للولايات المتحدة الامريكية وراح تعيش حياتك بعيدا عن الحرب. فأوكر كان يتمنى هذا القرار، لكن بعد اللي صار لأصدقائه هو قرر انه يكمل بالحرب، واصر على القائد انه يسمح له يبقى، لكن القائد بدا يصرخ عليه وامره انه ينصرف فورا. فهنا أوكر اخذ غراضه وصعد بالمركبة، وهو وصل لموقع الطائرة اللي راح تنقله البلد. فهو ودع هاربر وصعد بالطائرة، وكان يعرف انه كل اصدقائه راح يموتون بهاي المعارك لانه المقاومة العراقية كانت مثل السم عليهم، لكن هو استسلم ورجع البلد. ولهنا تكون نهاية الفيلم. سويت لكم قناة خاصة بالأفلام والمسلسلات الهندية، راح نبدأ ننشر بيها جميع الأفلام الهندية اللي انتم تطلبوها. رابط القناة راح يكون بأول تعليق مثبت، وراح يكون بداخل الوصف، أو تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابة باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.